أهلا مساء الرجالة. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة اللي هو هيبقى أول موضوع في المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها عامة، ألا وهو النسوان. تمام، فاحنا هنتكلم دلوقتي عن النسوان. هنتكلم دلوقتي على الإناث. تمام. بس عايز أتكلم على أول حاجة عايز أتكلم عنها. احنا هنتكلم على فكرة على حوالي مثلا 8 نقط. فهبدأ مثلا في الفيديو ده بنقطة أو نقطتين على حسب ما الفيديو يجيب. هنشوف الدنيا هتجيب ايه وهنكمل باقي في أجزاء تانية. فأول حاجة هنتكلم عليها وهي اصلا ليه احنا في فاهم الحتة اللي موجودة دي بين الذكر والنتاية. تمام. بس انا مش هتكلم عليها ما بين الذكر والنتاية، هخلي دي في نقطة تانية. انا دلوقتي بتكلم بين الراجل والست. تمام، الراجل والست ليه في دي. تمام، وازاي اعملها بشكل رجولي، ازاي ابقى عايز واحدة بشكل رجولي. تمام. اول حاجة وهي هي مين اصلا اللي انت بتعوزها، يعني هي بتبقى عاملة ازاي، بيبقى شكلها عامل ازاي، يعني بتبقى بتتكلم ازاي، بتتحرك ازاي، بتلبس ازاي. تمام. هنتكلم برضه عن الموضوع ده بتفصيل اكتر في فيديو تاني، بس تعالى كده يديك ايه يعني نبذة عامة عن ايه الدنيا عشان قدام نبقى فاهمين بعض. الواحدة اللي انت المفروض تعوزها لازم لو انت هتعوز بشكل رجولي تكون هي اللي عايزاك الاول. تمام، شغل بقى اجري وراها واصل هي لازم تبقى تقيلة ولازم تبقى خفيفة ولازم تبقى مش عارف ايه. الكلام ده ما بياكلش وما بياكلش وما بيعملش. تمام، فلازم تكون هي اللي عايزاك. تمام. ولازم تكون مش يعني مش هتيجي تقول لك انا عايزاك، يعني مش في حاجات كده، في نقط مش محتاجين نتكلم فيها ونوضحها. تمام، يعني ما ينفعش واحده تيجي تقول لك انا عايزاك، تيجي مثلا تخش تكلمك على الفيسبوك مثلا تقول لك انا هموت عليك. طب ما دي يا صاحبي انت بتعمل ايه يعني؟ طب ما انت بتضيع وقتك وانت عارف ان انت بتضيع وقتك يعني. اللي انت بتتكلم فيه ده امر مفروغ منه، معروف معروف دي اسمها ايه، يعني دي بنمسح بيها الارض في المطبخ، فاهم؟ ف بس يعني ايه الواحده بقى اللي احنا المفروض نبص لها نظره ان انا عايز دي؟ واحده تكون هي لبسها معروف طبعا عامل ازاي. مش هروح ابص على واحده اقول اوف دي جامده موت. ما مستحيل تيجي كده، مستحيل تيجي كده. واحده جامده موت دي المفروض تبص عليها تقول ايه القرف ده. تمام، يعني اللي انت بتبص عليها تقول جامده موت دي من النهارده كده بص لها قول ايه القرف ده. ولو انت مبصلهاش تقول ايه القرف ده فانت كده تخليت عن رجولتك، انت كده مش راجل. تمام، فانت لازم تبص لها تقول ايه القرف ده. ولازم اي واحده بعد كده انت بقى هتبص لها تكون هي اللي بصلك الاول. دي قاعده كده، خدها قاعده وثبتها. لازم تكون هي اللي بصلك الاول، لازم تكون هي اللي عايزاك الاول. ما تجريش ورا واحده. تمام، ما تضيعش وقتك يا صاحبي. يعني دي مسلمات. فاهمني؟ دي نون نيجوشيبل، ما ينفعش انت تعوزها الاول. اصل لو عوزتها الاول ده معناه ان هي اللي فوقك. فاهم حاجه؟ انت عايزها عشان هي فوقك، فاللي هو انت عمال توصل. عارف انت الجمله بتاعت ربنا يرزقك اللي بتحبك؟ عارف انت الجمله دي؟ هي الجمله دي اللي احنا عايزين نمشي بيها كمبدأ، يعني ربنا يرزقك اللي بتحبك. فاهم؟ فجوز اللي تحبك مش اللي تعجبك بتقول عليها دي جامده. تمام، فجوز اللي تحبك، مش اي واحده تحبك طبعا، يعني واحده تحبك وتكون عاجباك. طيب، ده اول جزء. الجزء التاني هو الشهوه بقى، يعني الشهوه. تمام، يعني شهوتك بقى للست دي تيجي ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي لما ابص على واحده، خليني اعدل لك عن نفسي عشان الموضوع ده مهم. انا دلوقتي لما ابص على واحده واقول انا هموت. تمام، ده كده انت كده كسرت رجولتك. تمام، دي كده اسمها ممكن نسميها مثلا شهوه ذكوريه. تمام، هنتكلم برضو عنها قدام. بس دي كده ممكن نسميها ايه؟ شهوه ذكوريه. ليه؟ لان انت ببساطه شايف انها عاليه عليك فانت عايزها. زي ما انت مثلا بتعوز عربيه جديده، بتعوز شقه جديده، بتعوز مرتب افضل، بتعوز فلوس افضل بتاع. فهي نفس المنطق. ليه؟ لان هو مش معاك، لان انت ما تقدرش عليه دلوقتي، فانت تحاول تسعى عشان تجيبه. تمام، دي حاجه كويسه لو انت بتبص لها ان انا عايز ابقى في المستوى ده. انما لو انت بص ان انا هموت على دي، فانت كده اوريدي حطيت نفسك تحتها. فاهم حاجه؟ فالعلاقه السويه بيكون فيها الراجل فوق الست. لازم لازم تكون هي اقل منه. تمام. شغل بقى اصل هي المرأة المثقفة والمرأة اللي مش مثقفة. يا معلش احنا مش هنشتغل بعض. المرأة ما فيهاش حاجة غير شكلها، واحنا عارفين ده من منذ بدء الخليقة. المرأة ما فيهاش غير شكلها.
تمام. وهنتكلم عن ده برضه في فيديو الفرق. المرأة ما فيهاش غير شكلها، يعني هي بشكلها كده بمنظرها، هو ده اللي اتولدت بيه وبتفضل بيه عايشة بيه طول عمرها. تمام. اللي هتلاقيها بقى مركزة على شغلها ومش عارف ايه، هتلاقيها شغالة شغلانة ملحفة في الآخر، مديرها برضه فوقها وهي مبسوطة عشان مديرها فوقها، بتعيش حياة الجواز بره الجواز، فاهم حاجة؟ فاللي هو هي برضه في الأول وفي الآخر هي تحت. تمام. فهي فوقك دي علوية منك مش أكتر، أنت كده بتتعولى. يعني كون واحدة زي دي فوقك أنت بتتعولى، المفروض تبص تقول يا نهار أسود، بضيع وقت يا جدعان. حتى لو هي واخدة هيد ستارت في الأول، يعني واخدة مثلا بادئة مثلا بفلوس، بادئة بعيلتها زقاها، بادئة مش عارف أيا كان بادئة بإيه، ستيل هي فوقك، فاهم؟ اللي زقها ما هو راجل في الأول وفي الآخر، أرجل منك يعني. ما تزوي نفسك يا صاحبي واطلع واشتغل حقق ذاتك وبقى رجل مثقف. تمام. عشان الناس تخاف منك، فلازم انت تبقى فوقها. تمام. فانت لو انت فوقها عمرك ما هتبص بطريقة اللي هو الشهوة اللي هي اللي انا هموت عليها دي. عمرك مستحيل تبص كده وانت فوقها. هتبص له انا لو عايز ده النهارده هعمله النهارده. بس يا باشا خلاص، انت لو انت حسيت ده جواك، انت كده خدت اللي انت عايزه، لان ده اللي الراجل بيجري وراه. يعني اصلا الراجل في حته في نقطه خلي بالك بقى، على ما يعني على ما اكشوف كده، في حته الجنس، تمام. هنسميها كده. في حته الجنس، هو الراجل اللي بيدور عليه هو ان هو يبقى بيعمل حاجه صعبه، او ان هو يبقى بيبذل مجهود. تمام. فلو الحوار يعني لو الحوار بقى على ان هو انا هموت عليها انت بتبذلش مجهود في ده، انت 50 ثانية وخلصت، فاهم حاجة؟ يعني هو بتبذلش مجهود دي غير لما انت تبقى حاسس برجولتك، وحاسس اوريدي ان انت خلاص ملكت الشيء. طول ما انت حاسس ان الشيء ده اعلى منك، انت مش هتعرف تبقى تأدي في هذا الشيء، ولا تحس برجولتك، ولا تحس ان انت راجل، وتفضل طول عمرك حاسس ان البت دي اعلى منك، وهتحس خد بالك انها ارجل منك. لان في اصلا سكيل كده هنتكلم عنه برضو، في سكيل تمام للرجولة، ده عادي ممكن اي انسان يخش فيه ويمشي فيه، حتى لو واحدة. فتخيل تبقى هي ارجل منك وانت عمال تقول اوف هموت عليها، وهي اصلا شايفاك في الاول وفي الاخر شايفاك، فاهم؟ شايفاك عيل، خلينا نسميها عيل، شايفاك بشخة يعني، فاهم؟ طب وليه؟ طب وليه التهزيق وتهزق نفسك ليه وتقل من نفسك ليه؟ طب ما تركز يا عم على حياتك وتشوف دنيتك، يوم يومين شهر شهرين هتبقى شخص احسن. هتبدأ تبص انت من فوق، تبدأ تحس ان انت اللي فوق، انت المتحكم، انت الكبير، انت الراجل. تمام. وخلينا ننوت ان مش كل الستات عايزة راجل. تمام. كنوت كده في اخر الفيديو، مش كل الستات عايزة راجل. في ستات عايزة عيل. ليه؟ عشان تحس انها ارجل منه. ليه؟ عشان هي عندها انعكاس في الفطر. ليه؟ الله يعينها بقى، ابوها بقى كان بيعمل فيها حاجه ولا امها كانت بتعمل فيها حاجه، ولا هي اتربت في بيت وامها ارجل من ابوها، ايا كان بقى الدنيا جت ازاي، بس هي مش عايزه راجل. فانت هتقعد تعمل نفسك راجل، وتقعد ترسم نفسك، وتقعد تعمل. هي اصلا بصلك من هي اصلا بصلك من فوق، فاهم؟ بترسم نفسك على ايه؟ عارف شبه ايه؟ شبه لما بعيل مثلا صغير كده، والله لسه شايف المشهد ده. قاعدين على قهوه، تمام، رجاله قاعدين، رجاله عيال صغيره معديه، ولا كل ما معدي من جنبه راح تافف. تمام. راجل قام مسكه وقال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش شايف ان انا قاعد ومش عارف؟ عيل صغير، عيل بشخ، عيل صغير صغير، والتاني راجل كبير شحط، فاهم؟ مش شحط بقى، راجل كبير، فاهم؟ والعيل الصغير ده راح ماشي جنبه، راح وتافف. الراجل قال له ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ بيعلمه يعني، اللي هو بيحاول يربيه، يعني اللي هو ركز، حركه زي دي عيب بتاع، فاهم؟ بيفهمه، بيرسيه. يوم الواد عامل ايه؟ وراح، وهو راجع راح عاملها تاني. يا ابني طب ما الراجل ده لو قعد عليك هيفطسك، ده مش محتاج يضربك، فاهم؟ ده يروح مطبقك كده، ماسكك مطبقك، عارف زي القميص كده اللي تحطه في الدولاب، بتروح مطبقه، حاطط ايديه جواه كده، تمام، وتروح نازل قاعد عليه. بس خلاص هتقوم تلاقيه بقى عامل زي في توم وجيري كده لما يبقى ورقة. خلاص انت خلصت يعني. تمام. فهي هتبقى شايفاك بقى نفس نظرة الراجل ده، والعيال الصغير ده قاعد جاي ماشي كده ايه كده، وانت بقى ايه عمال تقول لها هعمل فيكي وهسوي فيكي وبتاع، وهي اصلا بصلك اللي هو يا عسول يا كتكوت يا حبيبي يا كوتي، فاهم؟ وفي ناس زمان بتحب كده، يعني بتحب تبص لك كده، ايا كان بقى السبب، يعني مش هنقعد بقى نتكلم بقى في علم نفس ومش علم نفس، هي كده، فاهم حاجه؟ بس فتوريكاب كده بقى الفيديو ده اللي احنا
كنا بنتكلم فيه عن حتة الشهوة الرجولية. فالشهوة الرجولية دايما بتيجي من واحدة هي أقل منك في الحياة. مش أقل منك يعني أقل منك في الأخلاق مثلا، ولا في الأدب، ولا في التربية، هي أقل منك ماديا، أقل منك اجتماعيا. ليه؟ لأن أنت المفروض أنت اللي تشدها فوق، مش هي اللي هتشدك. فأنت بتاخد واحدة أنت بتشدها معاك، شغل بقى نكون البيت سوا ونسند مع بعض وبتاع. باشا ده ما فيش راجل بيعمل كده. ما فيش راجل بيبني بيته مع مراته. تقعد تقول لي الظروف ومش الظروف، دي موضوع تاني بقى. بس انت لو قابل على نفسك ان مراتك تنزل وتشتغل وتتعامل مع رجاله، الله يعينك. فاهم حاجه؟ بس فبصوا للدنيا بالنظره الصح. فالراجل يبص لواحده اقل منه، يبص لها عشان هي بص له شايفاه حاجه. بعد كده يا باشا، لا تكلمها ولا ما تكلمهاش، عشان انت مجرد ما انت مسكت موبايلك وكلمتها انت كده مش قد راجلها. فاهم حاجه؟ انت مجرد ما مسكت موبايلك وكلمتها انت كده مش قد راجلها. يعني انت كده مش قادر على راجلها. تمام؟ فبتتعامل معاها زي اللي بيروح يكلم ام واحده. تمام؟ انت كده مش قادر على راجلها. ده معناه حتى لو انت ما كنتش فاهم ده. فاهم حاجه؟ حتى لو امها اللي ممشيه البيت، واخد بالك؟ ما ينفعش تكلم امها، كلم راجلها. لما تكلم راجلها وتمشي كلامك على راجلها، لو هو مراته اللي بتمشي كلامها عليه، مشي انت روح انت مشي كلامك. يبقى كده ايه، هو خد ستيب فورورد. يعني الحمد لله ما بقتش واحده اللي بتمشي كلامها، بقى راجل اللي بيمشي كلامه. وبعدين بقى مشي كلامك عليها كمان. ولما ما تروحش تمشي كلامك عليها الاول، ما ينفعش. انت كده ما عملتش احترام لراجلها، انت كده مش راجل. موضوع نابع منك انت، مالكش دعوه بحد، ما بنتكلمش على حد. ما بقولكش اصل هو عمل واصل هو سوى واصل مش عارف ايه يبقى هو لا، بنتكلم بالمنطق. هي كده بازل يا جدعان. تشيس. عارف الشطرنج؟ ما انت لو ما طلعت ما عملتش كده مش هي لازم ليها سيناريو معين. بتكلم ده لو بس تروح تكلم راجلها، تقدر على راجلها تاخد البت. بس خلاص. لقيت بقى في حنكشه، واصل هي مش عايزه، واصل هي مش عارف ايه، واصل هي عايزه. طب وليه يا عم وجع الدماغ وتمشي معاها في شمال ليه لو هي شمال؟ طب ما خلاص، ما انت عرفت انها شمال. والشمال بيبان، يعني الشمال بتلاقيه معصلك معاك كده في حتة اللي هو يا بت انا بعمل لك قيمه يخرب بيتك. يا بت انا بعمل لك قيمه. الشباب اللي بتحب تتهزق وبتحب تتشتم كده، يا بت انا بعمل لك قيمه يخرب بيتك. هعمل لك قيمه انت مش عايزها، خلاص يا باشا اركنها على جنب. فاهم؟ الا لو انت بقى بتحب كده، يعني دي حاجه تانية ترجع لك. كفايه قوي كده الفيديو ده.